السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. هعمل معاكم النهاردة طبق سهل وسريع ولذيذ جدا، كل اللي هيدوقه هيحبه خالص. هو فتة الشاورما السوري. بس قبل ما نبدأ بقى في الطريقة بتاعتنا، انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مشتركتيش معانا، فعلي الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد اول باول. ويلا علشان نبدأ في خطواتنا. اول حاجة هنحضر لها هي الشاورما. معايا هنا صدور فراخ متقطعة كده تقطيعة الشاورما، كمية بقى اللي تحبيها. ومعايا هنا معلقة صغيرة من الصويا صوص، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان، والبهارات بتاعتنا معلقة صغيرة بهارات فراخ مشوية، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة شطة اختياري، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ربع معلقة صغيرة بهار حلو، نص معلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة بصل باودر، والملح حسب الرغبة. دي كل البهارات بتاعتنا. يلا بقى عشان نتبل الفراخ، هننزل بالصويا صوص ودبس الرمان والبهارات على الفراخ كده ونقلبهم مع بعض كويس، وننزل عليهم كده بمعلقة صغيرة من الزيت. هنسيبهم في التلاجة بقى لمدة ليلة كاملة او من قبلها ب3 ساعات على الاقل لو انت مستعجلة. هنسيب الفراخ بتاعتنا بقى تتبل ونروح للخطوة اللي بعدها. معايا هنا 3 ترغيفة من العيش الشامي او العيش الآلي او العيش الابيض ايا كان المسمى عندك. هنقطعه بقى بالطول كده ونرصهم فوق بعض، ونقطعهم لمربعات كده. نحاول على قد ما نقدر ان القطع كلها تطلع قد بعضها عشان ياخدوا نفس التحمير. عندك هنا خيار من الاتنين، يا اما تجيبي صينية فرن وتحطي فيها العيش وتنزلي عليهم بشوية معلقتين كبار من الزيت وتدهنيهم بيها كده وتوزعي الزيت على العيش وتدخليه الفرن يتحمص. يا اما الخيار التاني اللي انا عملته دلوقتي، وهو هتنزلي بطاسة فيها زيت غزير هتسخنيه، واول ما الزيت يسخن هتنزلي بالعيش في قلب الزيت، وطول ما هو في الزيت كده هتقلبي علشان ياخد نفس اللون. بصراحة اللي هو التحمير في الزيت بيبقى اطعم كتير من اللي في الفرن، بس طبعا اللي في الفرن اصح. هنروح للخطوة اللي بعدها بقى، ننزل بحلة على النار فيها معلقتين من الزيت. اول ما الزيت يسخن هننزل بورقة لورا، ولو الحبهان بتاعك صحيح هتنزلي بيه مع اللورا وتقلبهم تقلبتين كده. بعد كده هننزل بالبهارات البودر بتاعتنا كلها، كل ده واحنا مهدين النار خالص عشان البهارات بتاعتنا ما تتحرقش. هننزل بالبهارات بتاعتنا كلها، ومعايا هنا مكعبين من الزبدة كده برضو. اول ما الزبدة بتاعتنا تسيح هنبدأ نقلب. نقلب تقلبتين كده، مش هنقلب كتير. ننزل بمكعب من المرقة، ممكن تستغنى عن المكعب المرقة، ولو عندك شوربة تضيفيها هيبقى افضل بكتير، ولو ما عندكيش خالص ممكن تضيفي ميه بس هتبقى كويس. هنفضل نقلب بقى كده لحد ما الرز بتاعنا يتشمع كله بالزيت والتوابل. اخر حاجة هنضيفها الفلفل الاسود والملح. ما تضيفيش الفلفل الاسود في الاول مع التوابل علشان ما بيستحملش النار، هيتلسع منك بسرعة وبعدين هيدي مرار في الاكل. هننزل بقى بالمية بتاعتنا، لكل كوباية رز بسمتي 1.5 كوباية من المية. اول ما المية بتاعتنا تبدأ تغلي كده
هنسيبه لمدة 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده هنهدي النار خالص ونغطي عليه ونسيبه بقى يستوي براحته. ونتنقل للخطوة اللي بعدها، هي الشاورما. هننزل بطاسة على نار عالية، هننزل فيها كده بمعلقتين كبار من الزيت. هنسيب الزيت بتاعنا لحد ما يسخن. اول ما الزيت بتاعنا يسخن بقى هننزل بقطع الشاورما بتاعتنا ونفردهم في الطاسة كده. هنسيبهم بقى لمدة دقيقتين كده لحد ما ياخدوا تحميرة من الوش اللي تحت. اول ما نلاقيهم اخدوا لون كده نبدأ بقى نقلب علشان القطع الشاورما بتاعتنا بتاخد كلها نفس اللون من كل الاتجاه. نفضل بقى نقلب لحد ما الشاورما بتاعتنا تاخد كلها نفس اللون. هننزل بقى عليها ببصلة كده متقطعة جوانح. نبدأ نضغط على البصلة كده علشان طبقات البصل تفك من بعضها، ونقلب كل ده على نار عالية. هنفضل نقلب لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل خالص. هننزل بمعلقة من توابل الشاورما تجيبيها من عند العطار. هنفضل نقلب بقى كده لحد ما التوابل بتاعتنا تتوزع على كل قطع الفراخ. اول ما البصلة بتاعتنا خلاص نلاقيها دبلت كده وخدت لون شفاف، هننزل بالفلفل بتاعنا اللي متوفر عندك بقى. لو عندك فلفل اخضر ضيفي، لو حابه تضيفي شطه ضيفي. هنفضل نقلب كده برضو لحد ما الفلفل الالوان بتاعنا يدبل شويه. اخر حاجه هنضيف بقى الطماطم، ومعاها رشه من السكر. هنقلب بقى كده المكونات بتاعتنا كلها مع بعض عشان كلها تتشرب من بعض وتاخد من بعض الطعم. اول ما الشاورما بتاعتنا بقى كلها تتشرب من بعضها كده هنهدي النار عليها ونسيبها لمدة 10 دقايق لحد ما تكمل سوا خالص. بعد كده هنطفي النار وتبقى كده الشاورما بتاعتنا جاهزة. هنا الرز بتاعنا خلاص استوى زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى عشان نقدم الطبق بتاعنا. هننزل اول حاجة بالرز بتاعنا. الرز بتاعنا طالع مفلفل وجميل وبيلمع. هنزين بقى بقطع العيش كده. قدمي بقى بالطريقة اللي تحبيها. ننزل بالشاورما على الوش كده. وشوية خضرة للتزيين بس. في خطوة كمان المفروض بنعملها مع الشاورما بتاعتنا، هي التومية. بس انا كنت مستعجلة في الوقت دوت فما استعجلت وما عملتهاش. هعملها معاكم في فيديو جاي ان شاء الله. وبكده يكون الطبق بتاعنا جاهز، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. يلا ندوق مع بعض كده. تاخدي قطعة من العيش المحمر
مع شوية رز مع حتة شاورما كده، وكليهم مع بعض بقى. الطعم بقى بيبقى رهيب. بالهنا والشفا لكل اللي هيجرب الوصفة. لو وصلتي معايا في الفيديو للنقطة دي احب اشكرك. انزلي اعملي لايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب لو لسه مشتركتيش معانا، وفعلي الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد اول باول. بحبكم.